السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في يوميات رؤية ويحيى. النهاردة بأمر الله اليوم الرابع للكتاكيت عندنا. النهاردة عمرهم 4 أيام. احنا زي ما احنا على الخلطة بتاعتنا أول أسبوع هنحط لهم، أو مش أول أسبوع، لحد ما نخلص علبة الزبادي بتاعهم بنحطه كده، بنحضره في طبق أو في أي حاجة، في الحاجة اللي انت هتحط لهم فيها الأكلة، وحتى لو هتفضيه. ولسه معانا علبة الزبادي أهو، هناخد معلقة واحدة منها، معلقة بس لا أكتر ولا أقل، وهننزلها على البيضة، وهنبتدي ان احنا نحط لهم شويه الكركم اللي لا غنى عنه طول الدوره. ممكن بندخل معاه اعشاب تانية بس انا ما بستغناش عنه طول الدوره. وهبتدي ان انا اقلب كله في بعضه كده. وده كده الخلطه اللي هنحطها لهم النهارده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب انت ليه بتحطي يا ساره كركم؟ الكركم مهضم حلو جدا 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 للفراخ. الزبادي بنحط زبادي ليه؟ لان الكتاكيت بتحب البروتين. يعني انا اول اسبوع ده لازم بروتين باي شكل من الاشكال. زبادي، بيضه مسلوقه. يعني انا كنت ببتدي الدوره برضو على بيضه مسلوقه، بجيبها وبقطعها كده حتت صغيره وبحطها على العلف. حته جبنه قريش. يعني ده البروتين اللي ممكن تحطه لهم. البروتين اصلا بصوا الفراخ هتحسوا ان هي بتجري على الاكل. ريحه البروتين بتخلي الفرخ بيجري على الاكل. فده اللي انا ببتدي عليه على طول. اتفقنا؟ يا بيضه مسلوقه، حته جبنه قريش، معلقه زبادي زي ما انتم شايفين معايا الدوره دي. ده اللي بيديهم الحيويه كمان والنشاط بتاعهم، وبيخلي الفرخ ان هو مقبل على الاكل زي البيبي بالظبط. انا بتعامل معاهم زي البيبي. هنا طبعا انا هشيل الميه دي وهجهز لهم ميه تانية نظيفه. من الصبح كده انا كنت غاليه شويه نعناع في ميه، وهحط لهم على السقال، لان طبعا الجو حر، عايزين برضو سوائل، عايزين يغيروا في السقوات بتاعتهم. وده ليمون. انا ليمون بحطه عندي في الفريزر كده مكعبات، وبطلعه يفك وبستخدمه على طول. بس طبعا مش هنحط ده كله عشان ده كتير. هنحط شويه بس من الليمون على النعناع، وهنبتدي ان احنا نحطه على الميه. طب هتحط قد ايه؟ طبعا مش الكوبايه دي، انا باخد يا دوب معلقتين 3 كده على البرام، بحطه على الميه. يعني بصوا هنا، وانا بحط يا دوب كده معلقه معلقتين على البرام، لان طبعا البرام ده برده مش لتر. وبقسمه كده على البرامات، وببتدي ان انا احطهم. الفيتامين سي اللي هو الموجود في الليمون مهم جدا 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 في الحر. وبقيه الكوبايه دي انا باخدها بحطها في التلاجة، باخد بقى منها يا الصبح بدري قوي، يا اما بعد العصر. يعني احنا كده هنا كنا على الساعه 6، يا بعد العصر يا اما الصبح بدري الساعه 6 او 7 كده الصبح بامر الله. فان شاء الله كده مع بعض واحده واحده. النهارده كده كان رابع يوم. احنا لسه لما هنتم وزن، لما هنتم اسبوع ان شاء الله هنوزن مع بعض وهنشوف. كده يومنا النهارده الحمد لله تم على خير.